ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعلمكم ترنيمة يا موت الأغاني. ترنيمة يا موت الأغاني على سلمين، هي اللحن بتاعها في سلمين لازم يتعزف عليهم الترنيمة عشان اللحن يطلع. أنا عازفها في الأول هي على سلم بياتي، والعدد بتاعها هيبقى شوية منه على سلم الراست. طيب بياتي الري هتبقى السيكا مي، تمام. وبعد كده هيبقى راست السي، هيبقى راست السول، سوري، راست السول هتبقى السيكا سي واف ديز. هبقى ازاي ايه شكل البياتي الري هيبقى كده. وراس السول، طبعا هو مش هنستخدم السلمين بكل تكوينهم، لكن هيظهر معانا السلمين في الترنيمة. طيب اولها هيبقى كده، تمام. ده ال القرار، العدد اللي هو اخره ايه، يا يسوع. هبتدي اغير السيكا، تبقى السيكا اف ديز والسي، يبقى كده. السيكا اتغيرت من الاف ديز والسي، والمي اتشال من عليها السيكا. خلاص احنا دلوقتي على سلم الراس، فالمي اتشالت السيكا، بقت المي عاديه، والسيكا هنا بقت فاديز وسي، هما اللي متسيكين دلوقتي. يعني هنا لو بصينا هتلاقوا المي مش متساكه. انا بلعب العدد. خلص كده. هرجع تاني للبياتي اللي هو السيكا مي، همسح الاتنين دول من السيكا من هنا واحط السيكا بي تاني. وهكذا كده يعتبر الترنيمة خلصت. هل لو مثلا انا عايز العبها بشكل سريع وبشكل احترافي هتبقى كده. تمام. نبتدي نلعبها مع الإيقاع بسرعة يعني بسيطة. هستخدم برضو السترينجز، دي سرعة بسيطة، وبعد كده بنسرعها بعد ما نلعبها أول مرة مع الإيقاع. تمام كده، ده الشكل مع الإيقاع ومع الدنيا. ممكن الناس تلعب العدد بتاعها وحدة
القرار بتاعها مثلًا مقسوم أو صعيدي، أنا هالعبها بالسرعة الأساسية بتاعتها وممكن أغيّر في الإيقاعات زي كده مثلًا. تمام، أي ملحوظة أو أي حاجة أنتم محتاجينها اكتبوا لي في الكومنتات، ويا ريت شير وتعرّفوا الناس على القناة عشان القناة تتعرف والناس كلّها تتعلّم وكلّه يستفاد. سلام.